قبل ما نبدأ دوس لايك واشترك في القناة. فيلمنا بيبدأ مع أيان وسام وهم راكبين عربيتهم ورايحين رحلة تخييم، وبتبقى سام بتحل الكلمات المتقاطعة وبتطلب من أيان يساعدها في حل الكلمات الطبية، وده لأنه بيكون دكتور. وبتفتكر سام إنها نسيت المشروبات بتاعتهم في البيت، فبيقفوا عند محطة بنزين عشان يشتروا منها. وبتنزل سام من العربية وفجأة بتلاقي كلب محبوس في العربية اللي جنبها، وبتتخبط أيان عشان يبص على خريطة الطريق، وبيطلع صاحب العربية اللي فيها الكلب وبيكون اسمه جيرمي، وبيسأله أيان لو يعرف الطريق للشلالات. فبيقترح عليه جيرمي إن يروح مكان تاني، وده لأنه طريقه بيكون أسهل وممهد. فبيشكره أيان على مساعدته، فبيبتسم له وبيمشي. وبيتحرك أيان وسام بعربيتهم وبيبقوا بيتكلموا سوا، وفجأة بيشوف أيان عربية جيرمي وهي ماشية وراهم، وبيشك إنه بيراقبهم، فبيسرح في الطريق وبينسى ياخد الطريق المختصر. وبتنبهي سام بسرعة، فبيتخضى أيان وبيفقد السيطرة على العربية، لكنه بيلحق نفسه وبيدخل الطريق، وبيلاقي عربية جيرمي كملت في طريقها. وبيوصلوا أخيرا لمكان التخييم، لكن بيلاقوا خيمة تانية وبيفكروا إن اللي فيها نايمين أو في مكان تاني وراجعين. وبيحط أيان وسام الخيمة بتاعتهم، وبعد ما بيخلصوا بيقول لها أيان إنهم فريق كويس، فبتضحكش أيان بيصدق نفسه وبيوافق. وبتستأذن سام عشان تكلم أختها تقول لها، بس بترجع في كلامها. وبيقرروا يقضوا الأجازة سوا من غير أي حد تاني. وفي نفس المكان من 3 أيام فاتوا بتبقى الخيمة اللي لقاها أيان وسام فيها أسرة من زوجين هم روب ومارجريت، وطفل اسمه أولي، وبنت اسمها إيما. وبتبقى البنت انطوائية جدا وبتحب تقعد لوحدها. وفي يوم جميل بتطلع إيما على تلة عالية وبتصور الجبال والصقور والبحيرات. وبترجع وبتلاقي إيما مامتها وهي قاعدة مع أخوها الصغير أولي، وبيبقى باباها بيحضر لهم العشاء. وبتسأل مارجريت لو الشلالات بعيدة عن هنا، فبيقول لها إن الوقت بيننا وبينها 20 دقيقة بس. بيقول لها إن في مذبحة حصلت هناك، فبتسأل إيما إن اللي حصل، فبيقول لها إن المهاجرين مسكوا كل أصحاب المزارع وربطوهم ورموهم من فوق التلة. فبتتخض إيما وبتقول لهم إنها مش مستريحة للمكان ده، فبتقول لهم الأم إنهم يغيروا الموضوع. فبيقرر روب يرن لهم أغنية بمناسبة الكريسماس وبيعزف على الجيتار بتاعه. وبيخلصوا بيناموا، فجأة بتسمع مارجريت وروب بصوت بنتهم إيما وبيجروا عليها، فبيلاقوها بتحلم بكابوس وخايفة، فبيطمنوها وبيطلعوا. وفي قرية قريبة من الشلالات بيبقى جيرمي عايش في شقة مع صديقه تشوكو، وبيبقى بيحاول يصحيه لكن ما بيرضاش، فبيخلي جيرمي الكلب بتاعه يصحي تشوك. فبيتخضوا وبيصحى بسرعة وبينزلوا مع بعض عشان ياكلوا. وبيشوف تشوكو واحدة جميلة بتجر عربية بنتها الصغيرة، وبيقعدوا يعكسوها. وفي الحانة بالليل بيقعد جيرمي مع تشوكو وبنتين تانيين، وبيبقى جيرمي قاعد متضايق وزهقان، وبيفضل تشوكي يتكلم مع البنتين على البندقية ومين بيعرف يستخدمها، وبيعرض عليهم انهم يروحوا معاهم يتعلموا الصيد، لكن البنات ما بتوافقش. وبيبقى تشوك عايز يضحك جيرمي اللي بيكون مكشر خالص، فبيوريه وبيتعصب جيرمي اكتر. وبيروح مع تشوك الحمام بياخد موبايله وبيكسره، وبيقول انه ما ينفعش يبقى في اي دليل ضدهم. وفي خيمة ايان وسام بيكونوا قاعدين سوا، وبتحاول سام تفتح الازازة بتاعتها لكن الغطا بيتكسر. فبيطلع ايان سكينة صغيرة من جيبه وبيقول لسام انها ذكرى من باباه. وبتروح سام الحمام وفجأة بتصرخ، وبيجري أيان عليها بسرعة، فبتقول له إنها سمعت صوت. وبيفضلوا يدوروا لكن ما بيلاقوش حاجة. بيدخلوا يناموا، وبيقوم أيان بالليل عشان يدخل الحمام، فبيسمع صوت غريب وبيلاقي خنزير بياكل من الأكل بتاعهم. فبياخد أيان الأكل وبيحطه في العربية، وبيتفاجئ إن الكاوتش نايم. وفي تاني يوم بيصحى أيان وسام عشان يغيروا كاوتش العربية، وبيحاول أيان يفك الكاوتش لكن بيكون صعب جدا. وبتروح سام تلم حاجتهم من الخيمة وتجيب مية لأيان، وفجأة بتصرخ سام وبتنادي على أيان اللي بيجري عشان يلحقها. فبيلاقي طفل صغير في الأرض، واللي بيطلع أولي، وبيكشف عليه وبيلاقيه لسه بيتنفس لكن بيبقى بيعاني من الجفاف. وبيعرف أيان إنه بقاله 3 أيام تايه، وبيخلي سام تغير له الحفاضات بتاعته وتحميه في المية كويس. وبيتوقع أيان وسام إن الطفل كان مع أسرته في الخيمة اللي جنبهم، لكنه تاه منهم وخرجوا يدوروا عليه. وفي نفس المكان من 3 أيام بيروح روب ومارجريت وأولي يكتشفوا طريق الشلالات، وما بتكونش إيما عايزة تروح معاهم وبتفضل قاعدة لوحدها. لكنها فجأة بتحس بخوف وبتقرر تركب العربية وتقفل على نفسها وبتنام. وبعد 3 أيام في بيت جيرمي وتشوك بيتحرك تشوك بعربيته للغابة، وبيسيب رسالة لجيرمي إنه هيروح يصطاد. وبيتعصب جيرمي وبيركب عربيته بسرعة وبيروح وراه، وبيوصل تشوك عربية أيان وسام اللي بيكونوا قاعدين فيها، وبيخبط على أزال العربية وبيبصوا له تشوك، وبيطلبوا منه يوديهم لحارس الغابة عشان يبلغوا عن الطفل. فبيقنعهم تشوك إنهم يتحركوا ناحية الشلالات، وده لأن أكيد أهلهم بيدوروا عليه هناك، وبيقول لهم إن المسافة 10 دقايق بس. فبيقرر أيان يروح معاه، وبتفضل سام قاعدة مستنية مع الطفل. وقبل ما يتحركوا بيلاقوا تشوك بيطلع البندقية بتاعته من العربية، وبيسألوه عليها وبيقول لهم عشان الخنازير، وبتبقى سام قلقانة جدا. وقبل 3 أيام في نفس المكان بيوصل جيرمي وتشوك للعربية اللي أيمن نايمة فيها، وبيقول جيرمي لتشوك إن دي فرصته،
فبيخبط تشوك على ازاز العربيه وبتتخض ايما وبتقول له يبعد عنها. فبيقعد يعمل لها حركات مخيفه، فبتضرب ايما كلاكس العربيه عشان اهلها يسمعوها، وبيسمع باباها ومامتها وبيجروا بسرعه عشان يرجعوا لها. وبيجي جيرمي يزعق لتشوك على اللي هو بيعمله، وبيطلع البندقيه اللي معاه وبيوجهها ناحيه ايما، وبيقول لها تنزل من العربيه والا هيضربها. فبتنزل ايما وهي رافعه ايديها، وبيوصل الاب وبيمسك جيرمي وبيكتفوه هو وايما، وبيبقى الاب بيقام فبيضربوا نار بالبندقيه. وبتسمع مارجريت اللي بتعرف انهم في خطر، فبتنيي وولي في السرير بتاعه وبتقول له انها راجعه له تاني. وبتجري مارجريت بسرعه على تشوك اللي موجه البندقيه ناحيه بنتها وبتوقعه على الارض، وبتحاول تضربه لكنهم بيكتفوها مع روب وايما وبينيموهم في الارض. وبياخد تشوك موبايلهم وبيبص على موبايل ايما، فبيلاقي صوره طفل، فبيعرف انه موجود وبيقرروا يرجعوا له بعدين. وبيتحرك تشوك وجيرني مع الاسره وبيخليهم يروحوا اتجاه معين في الغابه، وبيوصل ناحيه اشجار كتير وبيربي فيها روبو، وبيغتصبوا ايما ومارجريت قدام عينيه. وبعد شويه بيسال جيرمي تشوك لو عايز يغتصبهم تاني، لكنه بيرفض وبيكون متضايق. فبيربط جيرمي مارجريت في الشجره وبيكون ايما مغمى عليه، وبيحط جيرمي على راس الاب ازازه عشان ينشنها عليها بالبندقيه ويتسلل. وبيقول جيرمي لتشوك انه يبدا، وبيكون تشوك رافض ومش عايز يقتل حد، فبيشجعه جيرمي، فبيضرب تشوك النار على الازازه لكنها بتقع، وبيروح جيرمي يثبتها من تاني، فبيزق تشوك وبيقرر يقتل الاب وبيضربه بالرصاصه في راسه. وبيجي الدور على جيرمي، فبيقتل الام بطلقه في صدرها وبيقتل ايما اللي بيطول مغمى عليها. وبيرجعوا يدوروا على الطفل لكن ما بيلاقوش، فما بيهتموش وبيمشوا. وفي نفس المكان بعد 3 ايام بيتحرك ايان وتشوك لنفس المكان اللي فيه الاسره اللي ماتت، وبيبقى تشوك واخده هناك قصد عشان يقتله. وفجأة بيقف ايان في مكانه لما بيلاقي اب وبنته مقتولين، وبيجري بسرعه عليهم عشان يتاكد لو مش ميتين، لكن بيلاقيهم كلهم ماتوا. وبيلاقي تشوك بيدور على الام وبيكون مخضوض جدا وبيفكر انها هربت، وبيدور لحد ما بيلاقيها اتحركت من مكانها شويه، فبيجري ايان يطمنها وبيقول لها انهم هيودوها المستشفى. لكن فجأة بيلاقي تشوك بيضربها برصاصه تانية وبيقتلها. وبيوجه تشوك البندقيه ناحيه ايان وبيقول له انه مش هيقتله دلوقتي عشان يتفرج عليه وهو بيغتصب بحبيبته. وبيبقى ايان خايف جدا وبيضطر يتحرك معاه. وبيوصل جيرمي لسام اللي بتكون قاعده مع الطفل وبيهاجمها، فبتقاومه وبتكسر ازاز العربيه على ايده، وبتاخد الطفل وبتطلع تجري. وبيفضل جيرمي يجري وراها بالعربيه، وده اثناء ما بيكون ايان قادر يزق تشوك ويهرب. وفي نفس الوقت اللي بتبقى سام فيه بتجري مع اولي وجيرمي وراهم، بيبقى ايان بيجري وتشوك وراه، وبيقدر ايان يستخبى في العش، وبيحس تشوك بحركه فبيضرب النار على اللي بيتحرك وبيجري عليه، وبيكون مفكره ايان لكنه بيفاجئ انه جيرمي. وبيلاقي سام مع الطفل فبيتعصب عليها وبياخدها منها، وراسها بتديهوله فبتفضل تقاوم لكنه بياخدها منها غصب وبيرميه بعيد، وبتفضل سام تعيط عليه. وبيبقى ايان شايفهم من بعيد ومش عارف يعمل ايه. وبيتحرك تشوك مع سام لمكان تاني، فبيجري ايان بسرعه عشان ياخد البندقيه، لكنه بيسمع تشوك راجع تاني فبيرجع مكانه وبيكون خايف جدا. وبيتكلم تشوك مع جيرمي وبيساله هيعمل ايه، فبيقول له جيرمي انه يقتله لانه متألم جدا. فبيقتله تشوك ببندقيته وبياخد البندقيه التانيه وبيمشي. وبيروح ايان لجثه جيرمي وبيلاقي مفتاح العربيه فبياخده، وبيبقى بيعيط وهو بيفكر ينقذ سام ازاي. وبيوصل لتشوك لسام اللي بتكون قاعده مع الخيمه وبيخليها متعلقه في الشجره، وبيقول لها تصرخ لانه بيكون عايز يجذب انتباه ايان، لكنها ما بتوافقش. فبيقرر يغتصبها عشان تصرخ لكنها بتكتم بقها عشان تحمي ايان. وفجأة بيسمع تشوك صوت عربيه وبيعرف ان ايان اخدها، وبيجري لمكان جيرمي الجثه وما بيلاقيش مفتاح. وبتبص سام على مكان اولي وما بتلاقيهوش، فبتعيط جيرمي. وبيقول تشوك لسام ان حبيبها جبان وهرب وسابها، فبتقول انه مش جبان وانه انقذ الطفل. وبيخلي تشوك تركب مع العربيه عشان يمشي ورا ايان، لكنها بتفضل تضربه، فبيضطر يساب العربيه وبيدخلوا في شجره وبيغمى عليهم. وعند حارس الغابه بيوصل ايان بسرعه وبيطلب المساعده، وبتيجي الشرطه وبتتحرك في كل مكان في الغابه عشان تدور على سام. وبيركب ايان مع الشرطه وهو خايف جدا على حبيبته. وبتفوق سام وبتلاقي نفسها مربوطة في العربية وتشوك مش موجود، وبتحاول تفك ايديها لكن ما بتقدرش وبتستسلم وبتفضل تعيط. وفي الغابة بتتحرك عربيات الشرطة وبتدور على سام، واللي بتشوف نور جاي من بعيد فبتنور الكشاف بتاع العربية وبتشوفها الشرطة. وبيبقى عيان عايز يجري عليها لكن الشرطة بتخليه يفضل مكانه، وبينزل 2 من الشرطة وبيتحركوا بهدوء ناحية سام. وفجأة بيتضرب هما الاتنين بالنار، وبيظهر تشوك كان مستنيهم عشان يجمع سام وعيان مع بعض. وبيبقى تشوك مصاب بسبب حادثة العربية، وبيحضر سام انها تعمل كده هقتلهم. فبتسوق العربية بسرعة كبيرة، وفجأة بتكسر يمين وبتتقلب العربية بيهم، وبتكون سام قصده ويخرج تشوك من العربية وهو بيزحف على الأرض وبيحاول يمسك المسدس بتاعه. فبتنزل سام وبتقفل الباب على ايده وبتمنعه ياخد المسدس، وبتهجم عليه
وبتضربه بالطوبة وبتقتله. وبتصحى سام وهي في المستشفى وبتقوم تمشي في الممرات وبتلاقي أيان وهو نايم في أوضة منهم وبيبقى متجبس ومش بيتحرك. وبيفتح أيان عينيه وبيبتسم لها، لكن بيبان الحزن على سام وهي بتبصله وبتفتكر إنه فكرة إنه هو اللي أخد أولي، وبتتضايق منه لأنه بيكون شايف إن تشوك رماه أولي في الأرض وإنه كان عنده فرصة ينقذه، لكنه سابه ما بتردش عليه طول الطريق. وبيفضل أيان يعتذر لها لكنها بتفضل متضايقة. وبيتحركوا كلهم بعربية الشرطة، وفجأة بيسمعوا صوت السلك الشرطة اللي بيطلب منهم تحديد الموقع، وبيحذرها إنها تعمل كده وهاتلهم. فبتسوق العربية بسرعة كبيرة جدا، وفجأة بتكسر يمين وبتتقلب العربية بيهم، وبتكون سام قصده ويخرج تشوك من العربية وهو بيزحف على الأرض وبيحاول يمسك المسدس بتاعه. فبتنزل سام وبتقفل الباب على إيده وبتمنعه ياخد المسدس، وبتهجم عليه وبتضربه بالطوبة وبتقتله. وبتصحى